السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله خير وأخوكم علينا، رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن مادة الأدب والنصوص، مادة رخمة ومادة غدة. يعني مادة الأدب والله بجد مادة قليلة الأدب يعني، فمعلش إحنا هنستحمل المادة ديت وهقول لك ازاي. يعني الحمد لله جبت 39 من 40 في ماده الادب والنصوص، والحمد لله الامتحان بتاعها عدى على خير، بالرغم ان انا كنت حرفيا بجد والله مش ببالغ كنت داخل خايف من الادب والنصوص اكتر من الفيزياء، فربنا يستر يعني. وان شاء الله باذن الله النهارده هنعرف مع بعض ازاي نقفل ادب ونصوص وانا قفلت ازاي. سلام على رسول الله، كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا. اول حاجه كده مبدئيا بالنسبه للامتحان الادب والنصوص، انت عندك الادب والنصوص بيكون من 40 درجه زي اي فرع من فروع اللغه العربيه، تمام. بالنسبه لتوزيع الدرجات فانت عندك الادب بيكون 16 درجه والنصوص بتكون 24 درجه. فالنصوص هو الجزء الاسهل، يعني هو اي نعم ممكن مثلا في ناس تستثقله شويه، ولكن هو يمكن الجزء الاسهل والمضمون شويه. يعني مثلا ما فيهوش تفاصيل، ما فيهوش اسامي كتير، هو خلاص هو بيتين يعني او مثلا كام نص كده وانت بتحفظ الابيات بتاعتهم، خلاص دي حاجه مضمونه. وطبعا لازم تحفظ الابيات اللي هي مقرره عليك في كل نشيد او في كل يعني شعر ايا كان، يعني ما علينا. تمام. ليه؟ لان هيجي يقول لك كمل بيتين بعد البيت التالي. انا يمكن الغلطه اللي عندي اصلا في الحته دي، يعني انا لما جه قال لي اكمل بيتين بعد البيت التالي كملت واحد صح وواحد تاني انا ايه ما فاكر بيت كده فجيت جاي كاتبه، يعني مش فاكر هسيبها فاضيه. ما نسيبش فاضيه، بص اوعى تسيب حاجه فاضيه والله بجد. يا عم لو بيسالك في الادب اكتب لي حاجه في النصوص، اي حاجه، بص ما تسيبش حاجه فاضيه، يعني حبر الورق. اهم حاجه يبص في الورق يلاقي فيه قلم ازرق كاتب. تمام. فالمهم هنبدا نذاكر النصوص باذن الله. طبعا نذاكر من كتاب المعهد، لان اغلب الكتب اللي ورا بتكون مزوده في كل نص كلام كتير، انت مش مطالب بالكلام ده ومش هيجيلك في الامتحان. طب بالنسبه للناس اللي اتكلمنا على شرح الابيات، اركز قوي قوي على شرح الابيات؟ لا، هو بص هو شرح ابيات مهم وهيجيلك في الامتحان وده لا مفر منه، تمام. ولكن عشان خاطر تقعد تحفظ شرح كل بيت بالنص فانت حرفيا هتضيع وقت كبير جدا، يمكن اصلا ساعتين ثلاثه ما تكفيكش اصلا ان انت تحفظ كل الابيات ديت بالنص. وعلى ما توصل اخر بيت في اخر نص هتلاقي نفسك نسيت النص الاولاني كله بابياته كله. يا محمد لو جاي قال لي شرح يا باشا، بص انت مش عندك كل بيت في معنى او اتنين، خلاص لو انت نسيت لا قدر الله في الامتحان خلاص دخل المعنى او اتنين دول في خلال الشرح بتاعك. وطبعا انت عارف ان كل بيت بيكون مكتوب ليه سطر او سطرين في الكتاب عندك، فبالتالي انت بتكتبش 5 6 سطور، يعني خليك ناصح. طب افرض مثلا انا افتكرت الحل النموذجي، حل الحل النموذجي مفيش مشكله خالص، الدرجه النهائيه باذن الله في جيبك. ولو حليت حل مش نموذجي قوي يعني ما تقلقش ان شاء الله مصحح هيحسبها لك ويديك الدرجه النهائيه باذن الله. انا عن نفسي يعني الشرح ما كنتش كاتب فيه نموذجي قوي يعني، والحمد لله يعني ايه اتحسبت لي صح، فما تقلقش من اي حاجه وان شاء الله باذن الله تتحسب لك صح باذن الله. طب اهم حاجه ايه في النصوص؟ حل امتحانات سنين سابقه. يعني انت اغلب الشرح اللي هيجي لك للابيات هيجي لك من امتحانات السنين السابقه. طب احل ايه امتحانات السنين السابقه؟ حل كل الامتحانات. خلصانه. طب بالنسبه لماده الادب يا عم محمد، ويمكن ده الجزء الاصعب الصراحه، تمام. احنا كده لازم اول حاجه نذاكر ونبدا بالنصوص. خلصنا بدانا بالنصوص الحمد لله، خلصنا النصوص ندخل على الادب. نعمل ايه في الادب؟ انا شايف الصراحه افضل حاجه تعملها في الادب انك تسمع لها فيديو من فيديوهات الشرح، سواء الدكتور ابراهيم طناني جزاه الله خيرا منزل فيديو، ودكتور عبد الله ابو طالب برده منزل فيديو، وهشوف لك برده مدرسين تانيين لو منزلين فيديوهات هسيب لك كل ده في صندوق الوصف تحت. وبرده يا صديقي ما تنساش تنضم لجروب التليجرام تحت، حرفيا جروب التليجرام بنتابع معاكم فيه اول باول، سواء كنت اصلا ثانويه زراعيه علمي وادبي، وسواء ثانويه عامه برضو علمي وادبي، وقايمين معاكم بالواجب حرفيا يعني. فانزل تحت انضم لجروب التليجرام هتلاقي كل حاجه موجوده هناك باذن الله، وهتلاقي بي بتنزل لك مهمه وحاجات بتنزل لك مهمه وبعض الملاحظات اللي بتجي لك في الامتحان. ويا محمد الفيديو ده هيفيدني في ايه؟ مش ممكن مثلا اذاكر من غير فيديو؟ بص هو الفيديو هيفهمك بعض الحاجات، تمام، وطالما فهمت فهيسهل عليك في الحفظ، تمام. زائد ان المدرس اللي بيشرح لك هيفهمك او هيقول لك على الحاجات المهمه او اللي هي هتجي لك في الامتحان وموضع اسئله، تمام. فبالتالي انت تكون عارف الحاجات المهمه واللي تركز عليها فعلا، تمام. ده اول حاجه. طب بعد ما سمعت الفيديو خلاص انا هخش اذاكر الادب، هقرا الادب بس كده. بص ما تعملش اكتر من كده، اقرا الادب وخش حل امتحانات سنين سابقه، تمام. وان شاء الله هجيب لك بنك اسئله تحله تحت هتلاقي برده في جروب التليجرام تحت تحل بنك الاسئله ده. بنك الاسئله ده يا باشا بيكون مجمع اسئله امتحانات سنين سابقه كلها على هيئه سؤال وجواب زي ما جت في الامتحانات. فرجاله ما تقلقوش خالص من الادب باذن الله، ان شاء الله الامتحان بتاعه يجي سهل. طب بالنسبه التفاصيل الصغيره اللي في الامتحان دي ان شاء الله هنقرا او هنعدي على المنهج بتاعنا يوم الامتحان الصبح باذن الله، يعني نعدي بقى على اسامي الكتب والحاجات ديت ونقراها مثلا مره اتنين كده، وان شاء الله لو هو يعني ما بيجيبش كتير فيها الصراحه، يعني عشان برضو ما بنبقاش يعني ندي كل حاجه حقها، ما بيجيبش كتير في حته الكتب والمسرحيات والاسامي، ولو جاب حاجه بيجيب حاجه سهله، تمام. فانت عموما يعني حاول ان انت مثلا تقرا مثلا اسامي المسرحيات والحاجات اللي جوه ديت مثلا مره، طب بعد كده مثلا مره الصبح مره بالليل، مره مثلا وانت رايح اللجنه الصبح وهكذا. طب بالنسبه للحاجات المهمه اللي ممكن يركز عليها في الادب،
بص كل شخصيه عملت ايه لازم تركز على الحاجات دي كويس جدا جدا جدا، وعلى التاريخ بتاع الحاجات المهمه او الاحداث المهمه زي الاجتماعات والحاجات دي حاجات مهمه كلها. بلاش ان شاء الله باذن الله الامتحان يجي سهل. وزي ما قلت لك انا عن نفسي اللي خلاني اقفل ادب ان انا حليت امتحانات سنين سابقه كلها اللي موجوده عندنا في الكتاب، ما سبتش امتحان موجود في بوكلة المرشد ما حليتوش، تمام، وسمعت المراجعات وحليت امتحانات سنين سابقه، ده اللي عملته، والحمد لله دخلت لقيت الامتحان كله من امتحانات السنين السابقه. تمام بس فهو ده اللي عملته. زي ما قلت لك الغلطه عندي كانت فين؟ كانت في اكمل الابيات، لان انا ما كنتش حافظ الابيات كويس، فكتبت بيت صح وبيت تاني غلط فنقصت درجه يعني. تمام، فان شاء الله انت تحفظ الابيات كلها صح باذن الله، وان شاء الله اهم حاجه الخطبه يا شباب عشان هيجي لك اكمل برده من الخطبه دي اللي انا حافظها صح الحمد لله وكملتها صح يعني. فركز كويس جدا يا صديقي عشان ان شاء الله باذن الله تكون الدرجه النهائيه من نصيبك، ما تقلقش خالص. ومبارك لكم امتحان التوحيد اللي جه بسيط وسهل باذن الله، واتمنى يا رب تكونوا وفقتم فيه وحليتوا فيه كويس. وبص ايا كان حتى لو ما حلتش في التوحيد كويس سيبك خالص خالص من امتحانات اللي انت امتحنتها وما تركزش فيها وما تراجعش وما توترش نفسك. وما تنساش تسمع الفيديو اللي انا هسيبه لك تحت في صندوق الوصف، هيكلمك عن حسن الظن بالله وجبر الخواطر، وصدقني الفيديو ده هيفرق معاك جدا 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 حتى لو كنت انت خلاص فقدت الامل في تحقيق حلمك. ان شاء الله باذن الله الفيديو ده هيوديك في حته ثانيه باذن الله وهيرجع لك الحماس ثاني من جديد. وكان ربنا زي ما عمل كده مع نبي من الانبياء ان شاء الله يعمل كده معانا باذن الله ويجبر بخاطرنا زي ما جبر بخاطر ناس كتير جدا قبلنا، لان الثانويه الازهريه والثانويه العامه مش اول ناس احنا نكون فيها، بالعكس دي بقى لها سنين السنين بتتكرر، وسنين السنين ناس بتحقق احلامها، وسنين السنين ناس بتفرح وبتتجبر خاطرها، وامهات واباء بيفرحوا. فربنا رب يفرح بكم وامهاتكم. فما تنسوش الصلاه على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم على خير. سلام.